اخيرا يا صديقي رجعنا للانمي اللي انتوا بتحبوه ده، بتحبوه اصلا، وتلخيصه هو انمي اوشيو وتوارا اللي هو قصة اوتاسكي بعد غاب عنه اكتر من شهر. فعشان كده يا صديقي قررنا ان احنا نعمل تلخيص لاكبر عدد حلقات ممكن منه عشان نلخصه بسرعة وندخل على الانميات جامدة جدا. فكالعادة يا صديقي قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي حبيبك النبي وتذكر ربنا وتفعل زر اللايك والاشتراك بتاعك، تكتب كومنت حلو على القناة والانميات اللي انت عاوز تلخصها. عايز صديق شوف الاجزاء اللي فاتت من حكايه اوتاسكي، هسألك روح شوفها عشان تفهم بقيه الحكايه، وبعد ما تشوفها ارجع للفيديو ده. ولكن للاسف يا صديقي تلاقي الصوت في الفيديو بتاع اوتاسكي جودته وحشه جدا، علشان صديقي ده كان اول فيديو للقناه وكنا بنجرب خامه الصوت دي. فيا صديقي بنتاسف ليك جدا على الصوت اللي هتسمعه، ولكن احنا هنعوضك باحداث قويه وصوت حلو على قد المونتاج اللي احنا بنعمله، وان شاء الله هيعجبك. نخش يلا في الفيديو. وبعديها بيوم بالله الواد اوتاسكي وهو واصحابه راحوا الشط وهم مستمتعين، واخر اليستا وبتشوف توارا هو كمان كان مستمتع على البحر، وبيقول ان الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش من 500 سنه هي البحر. ولكن بيتضايق جدا ان اوتاسكي جاب الرمح معاه في الشط. وبعدها بنشوف عيل صغير وبنعرف ان اسمه تيتسويا، هو بيرمي الرمل على حاجات اوتاسكي، ولكن في الاخر بيمسكه اوتاسكي وبيقول له انت ليه بتعمل كده، ولكن في الاخر بيجري منه. وبعدها بيخرج اوتاسكي واصحابه للمحل بتاعهم وبيسأل الجد على الواد اللي رمى التراب على حاجاته، فبيقول ان الواد ده بعد وفاة امه بقى بيتصرف تصرفات غريبة جدا علشان يجذب الناس ليه. بنروح بقى على الناحية التانية وبنلاقي الواد توارا وهو بيجري على البحر ومستمتع، ولكن بيقف وبيحس ان في حد بيراقبه، فبيقول توارا هو انت مين وعاوز مني ايه؟ ولكن برد عليه الوحش وبيقول له هو انت الوحش اللي اسمك نجاتو بيمارو؟ فبيقول له توارا ايوه ده اسمي من زمان من 500 سنه. وبيقول له برضو احسن لك تطلع من المكان اللي انت مستخبي بيه والا هصعد كل المكان بالصواعق بتاعتي. فبيطلع له الوحش في الاخر وبيقول له ان انا ساكن البحر ده من زمان جدا وعاوز مساعدتك في حاجه، واللي هي التخلص من وحش ضخم بيهدد المحيط كله، وهو عباره عن ارواح اشخاص اللي ماتوا كلهم في البحر، وكل هدفه ان ياكل البشر والوحوش التانية، فبترجاك ان انت تهزمه. فبعدها توارا بيوافق وبيروح هو والوحش للوحش الضخم اللي هو بتاع المحيط. وبعدها بنشوف وحش المحيط ده وبنلاقيه ضخم جدا ومرعب، فبيحاول توارا يضربه بالصواعق ولكن مش بتأثر فيه وملهاش لازمة، فبيمسكوا الوحش بلسانه وبيبلعه. وفي نفس الوقت بنلاقي ان الوحش التاني راح عشان ينقذ توارا، ولكن بيقول له ان انا مش هعرف اطلع من بطنه، وبيقول برضو ان في بشري اسمه اوتاسكي معاه رمح الوحوش وهينقذنا فخليه يساعدنا. وبعدها بقى بيروح للواد اللي اسمه اوتاسكي، بنروح بقى للواد اللي اسمه تاتسويا وبنشوفه بيرمي الرمل على شنطهم تاني، ولكن اوتاسكي بيمسكه وبيضربه وبيقول له كفايه بقى اللي انت بتعمله ده. فبعدها بيعيط الواد وبيجري منه، ولكن بتيجي البت ناكامورا وحشتيني يا بتل تجري ورا الواد وتلحقه وبتقول له ما تزعلش من اوتاسكي، هو اصلا انسان اهبل وعبيط. فبعدها بتاخدوا البنت ناكامورا وتفسحوا في المركب عشان يتفرحوا يعني، ولكن هما ماشيين بالقارب بتاعهم بيظهر لهم وحش البحر عملاق وبيبلعهم في الاخر. وعلى الناحيه التانيه بقى بنلاقي الواد اوتاسكي اللهبل حس ان في حد كان بينادي عليه، فبيقعد يدور على الشخص اللي بينادي عليه لحد ما لقاه، وبنعرف ان الشخص اللي كان بينادي عليه ده هو الوحش اللي قابل توارا في الاول، ضعف ان هو جاله خلاص، وبيقول له ان توارا محبوس في بطن الوحش الكبير ومحتاج مساعدتك ضروري. ولكن بيعرف اوتاسكي برضو ان ناكامورا في بطن الوحش والواد تاتسويا هو كمان برضو في بطن الوحش، فبيقرر اوتاسكي ان هو يروح للوحش عشان يهزمه بالرمح بتاعه ويحررهم في الاخر. فاول لما اوتاسكي بيشوف الوحش بيرمي عليه الرمح بتاعه ولكن مش بتأثر فيه، فبيقرر اوتاسكي انه يدخل في بطن الوحش ويهزمه. ولكن اول لما بيدخل في بطنه بيلاقي المركب اللي كان عليها ناكامورا وتوارا ومعاهم الواد تاتسويا، وبنشوف ان كان في وحش كان بيهاجم عليهم، ولكن بيجي بسرعه الواد توارا وبيهزمهم بكل سهوله. وبعد اللي حصل ده بيسأل توارا البت ناكامورا والواد تاتسويا، ولكن هم في الاخر بيخافوا منه. فبتقول البت ناكامورا الواد تاتسويا ان الواد اوتاسكي وهو صغير كان شقي زيك، وكانت برضه امه متوفيه زيك من زمان قوي، وكان بتشاع على الناس كلها، ولكن جه ابويا عمل له حاجه كلمه تقريبا ومن ساعتها ما بقاش شقي خالص وتحول لشخص تاني. فبيقول الواد تاتسويا للبت ناكامورا هو ابوك قال له ايه؟ فبترد عليه وبتقول له ان هي مش عارفه بس هو اتغير لشكل تاني خالص. ولكن بعد الكلام ده بيحس توارا وناكامورا وتاتسويا بهزة في بطن الوحش وان الوحش عاوز يدخلهم جوه،
علشان ياكلهم، ولكن بيمسكهم طوارة في اخر لحظة، ولكن بيزوم الوحش اكتر واكتر. فبيتشعل الواد طوارة في بطن الوحش بشعره لحد ما اوتاسكي جه، ولكن للاسف طوارة بتفك شعره وكانوا هيقعوا كلهم وخلاص. ولكن في اخر لحظة بيتشعبط الواد اوتاسكي بالرمح بتاعه في سقف حلق الوحش، فبيخاف تاتسويا جدا. فبيقول له اوتاسكي ان انا وانا صغير كنت زيك، ولكن جه راجل وقال لي ان مامتك اي نعم ماتت ولكن روحها موجوده في كل حته. من ساعتها ما بقاش اوتاسكي بيعمل اي مشكله. نرجع بقى للحاضر، بنلاقي ان ايد الواد اوتاسكي بتتفك، بتمسك في حته من القماش بتاعه الرمح ولكن بتقطع في الاخر. ولكن برضه بنلاقي حاجه غريبه، واللي هي اول لما الحته من القماش اتقطعت بنشوف ان الرمح بيتحرك لوحده وبيهزم الوحش. وبعدها بيقرر اوتاسكي وتوارا ان هم يتحدوا مع بعض عشان يهزموه هما كمان، وفي الاخر بيهزموه فعلا، بيتعامل معاهم. وبعدها بيتعجب اوتاسكي من اللي بيشوفه وبيقول ازاي الرمح طلع كل الطاقه دي اول لما انا قطعت حته من القماش بتاعه. وبعدها اوتاسكي بيرجع الحته لمكانها اللي هي بتاعت القماش. وبعدها برضو بيقول لهم الوحش اللي احنا قابلناه في الاول وتحديدا اوتاسكي، وبيقول له هو انت اسمك اوشي اوتاسكي؟ فبيرد عليه اوتاسكي بيقول له ايوه. فبيقول له اكيد انت ابن الست التعيسه اللي لسه عايشه لحد لغايه دلوقتي. فبيتصدم اوتاسكي اول لما بيسمع الكلام ده وبيتخض وبيتعجب ازاي امه عايشه لغايه دلوقتي وعارف ان هي ماتت، ولكن لسه بيسال اوتاسكي عن سبب ان امه لسه ما ماتتش للوحش. فبنشوف الوحش بعدها وبيختفي لسبب غير معروف. بيروح اوتاسكي لابوه عشان يفهم قصه امه اللي لسه ما ماتتش دي، وبيقول له ان انت كنت بتقول لي وانا صغير ان امي ماتت، ولكن انا عرفت في الاخر ان امي لسه حيه وانها عايشه. لا وعرفت كمان انها مكروهه من الوحوش واليوكاي. فبيقول لها بقى بص العصفوره. فبيضربه اوتاسكي العاق، بيقول له بطل اللي انت بتعمله ده وما تغيرش الموضوع. فبيقول لابوه هو انت بتستخدم رمح الوحوش ده كتير؟ فبيقول له اوتاسكي ايوه هزمت بيه وحوش ويوكاي كتير برضه، وعلى كل مره اهزم بيه الوحوش واليوكاي الرمح ده بتزيد قوته اكتر واكتر. فبيقول له تاني ما تغيرش الموضوع للمره التانيه، فين امي؟ ولكن لسه ابوها هيتكلم يشاء القدر ان التليفون بتاعه يرن، فبيسيبه وبيطلع بيجري. وبعدها بنشوف توارا بيسال الواد اوتاسكي وبيقول له هو انت ليه مهتم بامك كده؟ فبيرد عليه اوتاسكي ان الام حاجه مهمه جدا عند البشر. وبعدها بيروح لابوه بيقول له هو انت ليه بتهرب من الموضوع ده؟ ليه مش عاوز تقول لي مكان امي؟ فبيقول له يا عم بطل غباء، امك ماتت. ولكن اول لما ابوه بيشوف توارا بيترعب جدا وبيهرب من المكان، وهو بيجري بيقول له ان انا مشغول. وبعدها بقى على المغربيه كده بالله الواد اوتاسكي راح لقبر امه وبيقول هو ليه ابويا بيكذب عليا ومش عاوز يعرفني حقيقه امي. وعلى ذكر ابو اوتاسكي بيروح لابو اوتاسكي وبيلاقيه هو انقذ طفل وام من وحش وبيهزمهم. وبعدها بنشوف هو كان بيكلم شخص من التليفون وبيقول له ان انا خلصت مهمتي بنجاح وعندي تقرير مهم لازم اوصله للمسؤولين. وبعدها بنشوف ابو اوتاسكي قاعد عند بعض الكهنه وبيقول لهم ان رمح الوحوش اتسحب. اول لما الكهنه بيسمعوا الخبر ده بيغضبوا جدا، فبيرد عليهم الكهنه وبيقولوا له يا ترى مين اللي سحب رمح الوحش؟ بيرد عليهم ابو اوتاسكي وبيقول لهم ان اللي سحبه هو ابن اوتاسكي وكان بيصاحبه وحش وطلع اسمه توارا. فبيرد عليه الكهنه وبيقولوا له ازاي عيل زي ده يسحب الرمح؟ المفروض اصلا ان في 4 اشخاص هم القادرين على سبح رمح الوحوش علشان احنا دربناهم بايدينا. فبيغضبوا جدا تاني وبيفتكروا ان ابو اوتاسكي خانهم، ولكن بتيجي كبيرة الكهنه وبتقول لهم اسكتوا مش عاوزه صوت. وبتقول لابو اوتاسكي انت عارف ان السحب الرمح ده خطر جدا على ابنك، واللي بسبب ده هيحصل حاجه مدمره واللي هي ظهور الوحش الهاكو مونومو. فبيقول لها اوتاسكي سيبيني انا اشوف هل هو قادر على حمل الرمح او لا، ولو مش هيقدر على استخدام الرمح فانا هقتله وهو والوحش اللي معاه. فبتقول له كبيرة الكهنه انا موافقه. فبيستغربوا كهنها من قرارها ده، فبعديها بيقرروا انهم يرسلوا الجنود للكهنه عشان ياخدوا الرمح من اوتاسكي بالقوه. وبعديها بيروح ابو اوتاسكي لاوتاسكي وبيقول له انت مدرك من الخطر اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ فبيقول له الاول بس عرفني فين امي. فبيقول له خلاص نتعشى بعد كده نتكلم في الموضوع ده. بعد ما بيتعشوا بيقول لابوه طب يا اوتاسكي هتستفاد ايه اول لما تعرف مكان امك او لو عرفت ان امك عايشه؟ فبيقول له اوتاسكي ان انا من حقي اعرف فين امي، حق الشرع يعني لما مؤاخذه. بعدها بنلاقي ابو اوتاسكي بيطلع فلوس وبيديها للواد اوتاسكي، فبيغضب جدا اوتاسكي وبيقول له ان انا عمري ما حد رشيني ولو اديت لي فلوس اكتر برضه هتكلم عن امي وعايز اعرف فين امي. وبعديها بيضربه. فبيقول له ابوه يا ابني انت اهبل يا ابني ليه كل ده؟ بس ده انا بديك الفلوس دي عشان تسافر بيها لامك وهي هتبقى موجوده في مكان اسمه الهوي قادو، وهناك هتعرف كل حاجه وهتعرف المعلومات اللي انت عاوزها. وفي نفس الوقت بنلاقي ان جنود الجهنه خلاص بيتحركوا على بيت الواد اوتاسكي. فبعديها بيلبس ابو اوتاسكي لبس كده غريب هو لبس القتال عندهم تقريبا، وبيزعق بيقول انت يا توارا لو راجل اطلع لي عاوز اواجهك.
فبتقول له توارا يا عم انا سمعتك خلاص بقى بطل زعيق. فبيقول له ابو تاسكي ان انا اتامرت ان انا اقضي عليه واختمك بعديها. فبيستغرب ابو تاسكي من اللي بيحصل قدامه ده، ولكن توارا بيقول للواد اوتاسكي ان ابوك ده راجل كتاب الصراحه، يعني بتظاهر ان هو عجوز وافل اصلا عنده قوه كبيره جدا. فبعدها تبدا المعركه ما بين توارا وابو اوتاسكي، وبنشوف الكتاب بتاعه حلو جدا، ده بيدافع وده بيهاجم، ده بيستعمل قوته وده بيستعمل قوته بالعكس بقى صديقي. ولكن في الاخر بيجي الواد اوتاسكي عشان يحوش ما بينهم، ولكن في وسط ما بيروح بيتنطر، فبيروح تاني عشان يوقف القتال قبل ما ابو اوتاسكي يقتل الواد توارا. فبيستخدم رمح الوحوش الواد اوتاسكي عشان ينهي المعركه ديت، وفعلا بيخلصها. هو لما بيشوف ابو اوتاسكي اللي حصل من ابنه عرف ان ابنه خلاص بقى في استخدم رمح الوحوش، ولكن للاسف في نفس الوقت بنلاقي ان جنود الكهنه وصلوا وبيستعدوا عشان يخلصوا على اوتاسكي وتوارا. ولكن ابوهم بيقول لهم ما تخافوش مفيش داعي للقتال، ومش لازم برضه نقتل الوحش اللي اسمه توارا. ولكن بنلاقي ان الجنود بيقولوا لابو اوتاسكي انه ما ينفعش عيل صغير استخدم رمح اسطوري زي الرمح الوحوش. فبيهاجموا على اوتاسكي وتوارا، ولكن بيجي ابو اوتاسكي وبيتصد له. فبيقول له اوتاسكي اهرب من هنا بسرعه وروح لامك، ولكن اوتاسكي بيرفض بيقرر الدفاع عنهم. ولكن بياخد على عينه في الاخر وبيغمى عليه وبياخدوا الرمح. ولكن توارا بيهاجم عليهم وابو اوتاسكي خد الرمح منهم واتحدوا مع بعض وهزموا كل الجنود. وبعد ما حصلت العركه دي خلاص وخلصت، بيسال ابو اوتاسكي توارا هو انت ليه ما قتلتش الجنود اللي كانوا بيقاتلوا اوتاسكي؟ فبيرد عليه توارا بيقول له اوتاسكي امرني ان انا ما اذيش اي حد. وفي النهايه بيقول له ابو اوتاسكي يعني ان انت لازم تسافر لامك. ففعلا بيجهز اوتاسكي نفسه عشان يسافر، ولكن بيلاقي ان ابو اوتاسكي بيديله مشط. طب وليه؟ المهم وبعد ما بيديله المشط بينطلق اوتاسكي وتوارا عشان يسافروا ويبحثوا عن امه. بنروح بقى على احدى الطيارات، واللي بنلاقي فيها اللي كان بيسوقها مش عارف يتحكم في الطياره بسبب ان كان في وحش هو اللي بيتحكم فيها، وبعديها بتتدمر الطياره دي. بنروح بقى للواد اوتاسكي والواد توارا، وبنعرف خلاص هم وصلوا المطار ومستعدين عشان يسافروا. ولكن بيسمعوا راجل بيعتذر لبيت وبيقول لها انا اسف جدا جدا، وانا عارف ان طيارتي كانت تتصدم بطياره ابوكي، ولكن انا اللي ما دمرتهاش، وصدقيني ان اللي دمرها هو وحش. ولكن بترد البت عليه وبتقول له انت عاوزني اصدق الكلام ده؟ انا مش مصدقك وعارفه ان انت اللي قتلت ابويا. بيروح بقى للواد اوتاسكي وتشوفه هو مرعوب من اللي بيسمعه لانهم كانوا بيتكلموا عن وحش. فبيقول للواد توارا ان هم اكيد بيتكلموا عن وحش اسمه فوسوما، وهو بيعيش في السماء، وكان زمان قوي كنت بحاربه، استخدمت معاه كل الطرق الممكنه ولكن ما بتهزمش، ولكن في طريقه واحده بس عشان تهزمه واللي هي النيران الكثيفه. وبعدها خلاص بيركبوا كلهم الطيار، وبنشوف البت العنيده ديت وهي مصره ان الراجل ده هو اللي قتل ابوها. فبروح لها اوتاسكي ده عليها الواد اوتاسكي وبيقول لها انت ليه بتقول على الراجل ده ان هو قاتل؟ هو اصلا شكله غلبان قوي. فبتقول له ان انا اسمي يو وابويا كان على طياره ومات في حادثه طياره. فبيقول لها اوتاسكي انت قصدك في الحادثه اللي كانت فيها تتخبط مرحله عسكريه مع طياره؟ فبتقول له ايوه، وبتقول له كمان ان اللي كان بيقود الطياره العسكريه ديت هو الراجل اللي ورايا ده، وهو اكيد اللي قتل ابويا مش مسامحاه ابدا. وبعدها بيجي الراجل وكانت ساعتها البت يو نايمه. فبيقول للراجل الواد اوتاسكي ان انا ما قتلتش ابوها، ولكن السبب اللي قتل ابوها هو وحش اللي كان على الطياره، وانا شفته بعيني ولكن الرادار ما لقطهوش. فاثناء هما كانوا بيتكلموا بنلاقي ان السماء بتتحول للشكل الاخضر، ومره واحده بنلاقي الطياره بتقع وبتتهز. وبعديها بنشوف الوحش اللي اسمه فوسوما حاوط جسمه كله بالطياره، وبعديها بيترعبوا الناس كلهم من اللي بيشوفوه. بيقول الواد توارا للواد اوتاسكي استخدم رمح اوتاسكي عشان تهزمه، ولكن بيرد عليه تاسكي وبيقول له ان الرمح في الشنطه ومش معايا للاسف. فبيقول له حاول تستدعيه اوتاسكي. ففعلا بيحاول اوتاسكي يستدعيه، وفعلا في الاخر استدعى الرمح، ولكن ما كانش عارف ازاي هيهاجم الرمح واصلا الوحش فوق الطياره. بنروح للراجل اللي هو شفناه في الاول اللي هو كان قائد المرحله العسكريه، وبنلاقيه في غرفه القياده وبيقود الطياره عشان يحمي البت يو. وعلى ذكر بقى البت يو بنلاقيها بتتكلم اوتاسكي وبتقول له انت شكلك اتغير كده ليه؟ وبعدين اللي بيحصل بره ده؟ فبيقول لها اوتاسكي بعدين افهمك. فبعدها بيقول له اوتاسكي للواد توارا اطلع بره وحارب الوحش. هو لما الوحش فوسوما بيشوفه بيقول له ياه انت لسه عايش اللي كنتوا بتمروا؟ فبيقول له الواد توارا انت عارف انا بسببك اتحطيت في مشاكل كتير. فبيهاجم عليه توارا وبيقطع دراعه. فبسبب اللي عمله توارا ده قدر الطيار يرجع بالتحكم بتاع الطيار. نروح بقى للبيت يو، فبتقول للواد اوتاسكي هو الوحش اللي بره ده هو اللي قتل ابويا الحقيقي؟ فبيقول لها اوتاسكي ايوه هو اللي قتله. فبيروح بقى بعدها للطيار ولكن بنلاقيه مجروح، فبيقول ان هو لازم يطلب الدعم من القوات الدفاع الجوي حالا، ولكن بنلاقي ان المسؤولين مش بيلقطوا اي اشاره لاي وحش، فبيقرروا ان هم مش هيساعدوه.
غير لما بتظهر الاشاره بتاعته، فبيتضايق الطيار جدا عشان المسؤولين اتخلوا عنه. ولكن بيجي لهم الواد تاسكي وبيقول لهم احنا نقدر نهزم الوحش ده بالنيران الكثيفه. وبعدها بنشوف الراجل اللي اسمه توارا، وهو كل شويه لما بيضرب الوحش بالنار بتاعته بتصاب بيها الوحش بيرجع يلم نفسه من تاني. فبيقول للطيار للواد تاسكي ان ممكن قوات الدفاع الجوي تضربه بصاروخ، ولكن هي مش لاقطه في الرادار بتاعها، وعلشان كده مش هيجوا. فبعدها بينزل توارا لتاسكي وبيقول له انت صحيح معاك الرمح اللي يقدر يهزم اي وحش، وزي ما احنا عارفين ان الرمح عدى من جسد ريكو، ولقيت مش عارف يا صديقي ايه اللي حصل لريكو. فقلت لك يا صديقي تابع الاجزاء اللي فاتت عشان تفهم الاحداث، وبعد كده ارجع للفيديو ده. وما قتلش ريكو بعديها، فانت تقدر بالرمح ده تهزمه وانت قاعد هنا غير ما تطلع على السطح اساسا. فبياخد تاسكي الرمح وبيقول للواد توارا اهجم بس عليه انت الاول وثبته بعديها وانا هخلص عليه. وبعدها بيجي الواد توارا بيثبت الوحش، فبيروح اوتاسكي ويطعنه برمحه وهو جوه الطياره. فساعتها الرادار بيقول له اقتل الوحش، وقوات الدفاع الجوي بتبعت الطيارات علشان تنقذ اوتاسكي وتوارا والبقيه. ولكن للاسف بنلاقي ان الوحش قوته بترجع تاني وبيمسك في الطياره جامد. فبعدها الطيار بيقول لهم انتوا تقدروا تهزموا الوحش ده بحاجه واحده بس، وهي النيران الكثيفه، واللي هتلاقوها موجوده في الصواريخ بتاعتكم. ولكن الطيار بيقول له احنا مش هنقدر نضرب الطياره وانتوا فيها عشان الوحش موجود فوقها. فبيقول اوتاسكي لتوارا طلعني فوق عشان اقسم الوحش ده نصين. فبيطلعوا توارا وبيقول له هو انت عارف ان ده خطر عليك؟ ولكن اوتاسكي الجامد بيقول له مش مهم. ولكن بعدها بنلاقي ان الوحش مسك توارا واوتاسكي، ولكن بيتحرك الرمح وبينقذهم وبيقطع رجوله بالمره. وبعد اللي حصل ده يجي الطيار التاني وبيضربه بالصاروخ وبيموت في الاخر. ولكن قبل ما بيموت بيقول ان ما دام الرمح الوحوش ظهر فده معناه ظهور الهاكو مونومو. بعد اللي حصل ده الطياره بتسقط في سلام، تعتذر مول الراجل اللي كان بيشك فيه ان هو قتل ابوها. وبعديها بينطلق تاسكي وتوارا عشان يكملوا رحلتهم. بعد اللي حصل ده بنشوف بعديها اتنين كانوا بيراقبوا تاسكي وتوارا، وبنعرف اساميهم اللي هم رايشن وجاجاري. ومره واحده وتاسكي وتوارا هم ماشيين بيلاقوا زوبعه ضربت في المكان اللي هم ماشيين فيه، وبنشوف ان الزوبعه دي بتقعد تقطع في ملابس الناس. فبيقول توارا دي اكيد مش زوبعه. فبيرد تاسكي بيقول له طب هي ايه؟ فبيقول له توارا دول الكاما مايتاتشي. ومره واحده بنلاقي ان الزوبعه اتحولت لذئب وهاجم على تاسكي، ولكن بيهاجم تاسكي بالرمح الوحوش وكان هيقتل الذئب. ولكن بتشوف البنت اللي اسمها جاجاري وهي بتتوسل اليه ان هو ما يقتلهوش وهتحكي له عن كل حاجه. وبعدها بيروحوا تاسكي وتوارا للبيت بتاعهم، وبنشوف الواد اللي فيه واللي اسمه رايشن، واللي كان بيقول له تاسكي وبيقول له بصفتك حامل رمح الوحوش عاوزين خدمه منك بصفتنا وحوش الكاماميتاتشي، وعاوزينك تقتل اخونا. طب وليه؟ بسبب ان هو كان بينشر الدمار والفساد وهدفه بس الوحيد هو القتل. فبيقول له تاسكي هل انت عبيط؟ انت عاوزني اقتل اخوك؟ يا حبيبي انا مش قاتل مأجور. ولكن بيترجاه رايشن وبيقول له لو اخويا ما ماتش فهو هينشر الدمار والفساد. فبيقرر وتاسكي خلاص يساعدهم. وبعدها بنشوف البت جاجار وخدت الواد توارا بره، وبتقول له ان الكلام اللي هيتقال جوه حامل الرمح الوحيد بس اللي هو اللي هيسمعه. فبيقول لها توارا هو اللي انا عارفه عن الكامايتاتشي ان هم بيعيشوا في الجنوب، ولكن ازاي انتوا عايشين هنا؟ فبتتعصب البت جاجار وبتقول له ان كل ده بسبب البشر. بعدها بنشوف الراجل اللي اسمه رايشن وبيحكي قصته للواد اوتاسكي وبيقول له ان سلالة الكامايتاتشي كانوا بيعيشوا في مجموعات مكونه من 13 شخص، وكنت انا واخواتي الاتنين كنا عايشين في سلام، وكنا برضه ما بنأذيش البشر لانه في قانون بيمنع قتل البشر من غير سبب، واللي بيخالف القانون ده بيتعاقب، لانه لو كامايتاتشي عادوا البشر هينقرضوا كلهم. وعلشان كده اخويا جرو ما بيقتل في البشر واحد ورا التاني من غير سبب، ولازم يموت عشان ينفذ القانون ويتعاقب. فاحنا عايزين منك يا تاسكي تستخدم الرمح وتقتله. نروح بقى للواد توارا بيسأل البت جاجاري تاني وبيقول لها يا ترى فين اخوك اللي اسمه جرو ده؟ فبتقول البت جاجاري مالكش دعوه. فبيقول لها توارا اكيد اخوك ده ملهوش لازمه عندك انتي. ولكن اول لما البت جاجاري تسمع الكلام ده بتطلع نصل من ايديها وبتقول له توارا ان انت لازم تتعاقب علشان انت اهنت اخويا. ولكن في نفس الوقت بنلاقي ان توارا بيحس في حاجه غريبه من وراه. فاول لما بيبص وراه بتيجي البت جاجاري وفي لمح البصر بتقطع ايديه. فبعدها بيسمع تاسكي صوت غريب وبتشوف ان الجدار بينكسر، وبنلاقي ان اللي كسر الجدار ده هو اخوهم اللي اسمه جرو. وبيقول لهم مبروك يا جماعه انا قررت خلاص ان انا اقتل كل البشر ومش هسيب اي شخص على قيد الحياه. فبيقول له رايشن هو انت نسيت القانون بتاع الكامايتاتشي؟ فبيقول له جرو مش فارقه، اصل البشر دول اوغات وطردونا من ارضنا وشردونا من بيتنا، وانا اصلا كرهت الشكل البشري اللي انا عليه ده. فبيخلع قناع الواد جرو بيظهر على حياته واللي هو الذئب.
وبيقولوا انه هيقعد يقتل 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 لغايه لما يشفي غليله من البشر، ولكن بيلمح جرور رمح الوحوش اللي معه تاسكي، فبيقول لهم خلاص عايزين تبيعوني وتقتلوني على ايد حامل الرمح. فبعديها بيهاجم جورو على اوتاسكي وبيوقعه، ولسه بيهاجم بالنصل بتاعه عليه عشان يقتل. بنلاقي ان طوارئ بينقذه في اخر لحظه بايديه المقطوعه بيدخله فيه، قصدي في جسمه يعني، وبعديها جورو بيهرب من المكان. فبعديها بيقول طوارئ لاوتاسكي احنا كده بنضيع وقت لازم نمشي، ولكن بنلاقي اوتاسكي مش بيرد عليه، فبيقول له طوارئ وهو بيزعق هو انت عبيط؟ انت ازاي تموت من خدش بس صغير؟ ولكن بيقول له راشن ان في طريقه وحيده عشان تنقذه، وبيقول له اللي هي الناس اللي كميتاتشي عندهم قدره فائقه في العلاج. فبعدها اول لما بيحط الدواء على اوتاسكي بعدها بيفوق اوتاسكي قرر انه يروح عشان يواجه جورو، ولكن هو بيمشي بيدوس على ايد طوارئ المقطوعه، فبتراقبه تاسكي طبعا وبيقول له انا اسف ما كانش قصدي. بيقول له طوارئ ده عادي يا عم رجعها مكانها، وفعلا بنلاقي تاسكي وبيرجعها مكانها. بعدها هما بيمشوا بيقول رايشن يعني لازم نلحقه في موقع البناء لانه جورو عايز ينتقم من البشر اللي طردوه من مكانه. فجاجاري بتقول لهم ان كل ده بسبب البشر واحنا كنا عايشين زمان بسلام وكنا مش بنقسي حد. تحدى جورو كان طيب جدا وكان ما بيضربش حد خالص، لحد ما جه البشر واستولوا على المكان اللي احنا كنا عايشين فيه وطردونا منه وحولوه لملعب سخيف للجولف. ومن ساعتها بقينا بنروح لمكان لاخر علشان نشوف مسكن لينا، ومن ساعه اللحظه دي وعد جورو انه هيتم البشر على اللي حصل له. بعدها بنشوف ان فريقنا خلاص وصل لموقع البناء، وبعدها بنشوف الواد جورو هو متعصب عشان هو لقى ان عيلته خلاص جت عشان يقتلوه. فاول ما بيشوفوه بيهاجم عليه تاسكي، ولكن بيقولوا له اخواته رجع لنا تاني وما تاذيش حد. بيقولوا له جورو ان البشر دول كائنات انانيه، ولكن لما بيسمع تاسكي الكلام ده بيغضب جدا وبيقول انا لو سبته هيقتل البشر كلهم، فانا لازم احط حد للموضوع ده واقتله. فبيهاجم على جورو وبيجرحه، ولكن بنشوف ان الواد اللي اسمه جورو بيقع لهم هو كمان حجر من على فوق التله. وبعدها بيفرح ان هم خلاص ماتوا تحت الصخره، ولكن بنشوف انه تاسكي والواد طوارئ بيرفعوا الصخره. فبعدها بيقولوا تاسكي لطوارئ انقذ رايشن وجاجاري ومن تحت الاتوبيس قبل ما الوقود يتسرب وينفجر. وفي نفس الوقت بعدها بنشوف الواد جورو بيهاجم على تاسكي، ولكن في نفس الوقت بنشوف طوارئ وبيحدف عليه الطوبه وبينقذه. ولكن بعدها بنشوف الواد تاسكي وهو بيعيط عشان شاف جورو وهو محطم بسبب ان البشر خدوا حقه وخدوا بيته. ولكن في نفس الوقت بنلاقي ان العمال اللي هم بتوع موقع البناء واحد منهم رمى طوبه على جورو، ولكن لما بيترمى عليه جورو بيغضب جدا وبيهاجم عليهم، فبيترعبوا طبعا العمال وبيجروا. ولكن واحد منهم غير قصده بيرمي السيجاره على الوقود وبيولع على الوقود، فبيقول طوارئ لجرو تعالى ارفع معاه الاتوبيس عشان ننقذ اخواتك. ففعلا بيروح معاه، ولكن للاسف مش بيقدروا يشيلوه، فبيقرر تاسكي ان هو ياخد مساعده من العمال عشان يشيلوا معاه الاتوبيس، وفعلا بيقدروا يشيلوا الاتوبيس بينقذوا رايشن وجاجاري. فبعدها قرروا ان هم كلهم يهربوا عشان المكان خلاص فاضل له سيكه وينفجر. وفعلا بتشوف ان هو خلاص المكان انفجر وكله طلع من الانفجار ده بسلام. وبعدها بنشوف الواد تاسكي وهو بيكلم جورو وبيقول له ان انا خلاص هحاول لك مكان تسكن فيه انت واخواتك. فبيفرح جورو جدا، ولكن للاسف بنشوف ان خلاص جورو بيغدر باوتاسكي وبيهاجم عليه. ولكن في اخر لحظه اوتاسكي بيهاجم عليه بالرمح بتاعه وبيقتله، ولكن قبل ما بيقتله بيقول جو انت ليه بتعمل كده؟ ليه غدرت بيا يا جورو؟ فبيقول له جورو خلاص الكلام ده ملوش لازمه، ولكن الكلام ده كان نفسي اسمعه من زمان، الكلام ده كان حلم ليا، ولكن خلاص حلمي راح واروح انا كمان معاه. وقبل ما بيموت خلاص بيقول لاخواته عيشوا مع البشر بسلام وسعاده. وبعد الكلام ده بيموت خلاص. بنلاقي ان رايشن وجاجاري وتاسكي بيعيطوا عليه عشان هو مات. بنروح بقى لمكان تاني خالص، وبنلاقي في المكان ده الكهنه وجنودهم، وبنشوف كاهن هو بيقول ان هو غضب ومتضايق علشان المشاكل اللي عملوها الجنود فشلهم في الحصول على الرمح. وبيقول برضو ان انا عارف ان احنا ضربنا 4 خلفاء اللي مسكوا الرمح، ولكن طالما الرمح اختاروا تاسكي فاحنا لازم نحميه ونراقبه. على فكره بسبب اللي انتوا عملتوه ده غضبتوا الزعيمه، وهي قالت لي ان الرمح بيختار صاحبه مش صاحبه اللي بيختاره، واحنا ككهنه ملناش دعوه باللي بيختاروا الرمح، فعلشان كده احنا لازم نحمي تاسكي والوحش اللي معاه. وعلى الناحيه التانيه بقى خالص بنشوف بنت جميله جدا واللي اسمها سايا، وبنشوفها ورجعت البيت متاخر تسالها ابوها وجدتها عن سبب تاخيرها. ولكن بعدها بنشوف وهم بيقولوا لها خلاص ادخلي وخلصي اللي وراكي، ولكن هم ماشيين بيقولوا للبت سايا ان البيت ده بيحميكي وبيسكنك ومن غيره كنت هتتشردي في الشوارع، فعلشان كده انت لازم تكوني مطيعه لاوامرنا. وبعدها خلاص بتروح البت سايا لشغلها، وبنلاقي جدتها بتقول لها روحي شوف الوحش ده عاوز ايه، وبنعرف هي خلاص بتشتغل ايه. والله ببساطه صديقي انها بتربي الوحوش في البيت ده. فبتدخل البت سايا على الوحش، ولكن بيلاقيه في صوره بنت، وبنعرف ان الاسم الوحش ده اوما موري. فبعدها بتروح لها وبتقول لها ايه رايك نلعب بقى؟
انا وانت كوره مع بعض. فماموري بتقول لها ان انا مش عاوز العب وعاوز امشي من هنا. فبتقول لها سايا ما ينفعش، لازم انا وانت نفضل هنا. فبتقول لماموري انه في يوم من الايام هيجي بشر ومعاه وحش هينقذونا من اللي احنا فيه ده. بعيدا عن اللي بيحصل ده، بنشوف الواد وتاسكي والواد طوارة كانوا ماشيين بامان الله، ولكن بيشاء القدر ان هم يشوفوا البت سايا وهي ماشيه قدامهم، ولكن كان في عربيه هتخبطها. بس احنا عارفين يا صديقي ان تاسكي جنتلمان وبينقذها في الاخر، ولكن بيلاقوا تاسكي البت سايا مغمى عليها. فبعدها بنشوف البت دي وهي بتقول ان دي اسمها سايا وهي من عائله التاكاتوري. بتتكلم على بيت سايا وبتقول لهم ان العيله ديت بتمتلك ثروه ضخمه جدا. فبعدها خلاص تاسكي بيروحها للبيت، ولكن هما في الطريق بنلاقي النساء بتقف وبتعتذر لهم علشان نوبات الاغماء اللي بتجيلها كل شويه. ولكن في نفس الوقت بحس طوارة بحاجه غريبه في البنت دي. فبعدها ساي بتقول لهم ان انا من نسل قدر جدا وهو نسل الشعر الابيض، واللي يقدروا يشوفوا الكواي والوحوش ويتعاملوا معاهم برضه، وعلشان كده انا شايفه طوارة دلوقتي. فبعدها خلاص بيوصلوا تاسكي ساي لبيتها، واللي كان فيها ابوها وكان بيتكلم المساعد بتاعه عن ثروته. فبيقول المساعد بتاعه ان انت استحوذت على كل الثروات اللي في المنطقه. فبينبسط قوي ابو سايا لانه عارف ان الوحش ماموري لما بتحبس في اي بيت بيخلي البيت ده يزدهر وفيه ثروات كبيره جدا. وبعدها بيدخل البيت وبيقعد يزعق في البيت سايا لانه كل مره لما بتطلع من بره البيت بيجي لها نوبات اغماء، وكل مره يجي لك شخص غير التاني يجي بيك هنا. فاحسن لك يا بنت سايا ما تخرجيش من هنا عشان ما تموتيش. ولكن بيبص عليه وتاسكي بيقول مين الواد ده؟ بترد عليها جدتها بيقول ان الواد ده هو اللي جاب سايا للمكان. فبيقول له خلاص ما دام جابها لهنا خليه ياخد حبه من الفلوس ويمشي من هنا. ولكن بتقطع البنت سايا بتقول له سيبه هنا شويه انا عاوز اكلمه. فبعدها بيمشي وبيقول لها معاكي 30 دقيقه وهمشيه. ولكن قبل ما يمشي ابو سايا بيلاحظ رمح الوحوش اللي مع تاسكي. فبيساله تاسكي هو ايه اللي معاك ده؟ ولكن تاسكي بيرد عليه وبيقول له مالكش دعوه. وبعدها خلاص بيقعد تاسكي مع البت سايا بيقول لها ها انت عاوزه مني ايه؟ فبتقول له ساعه عن قصه امها، وبتقول انه سلاله الشعر الابيض كل مهمتهم ان هم يوصلوا بين البشر واليوكاي. ولكن للاسف الناس انت شفتهم دول استخدموا امي لهدف كسب الثروه والجشع، وحتى بعد ما مات امي خلوني امسك مكانها الشغل عشان اتواصل مع اليوكاي ويكسبوا هم الارباح. واليوكاي اللي انا كنت بتواصل معاه هو ماموري، واليوكاي ده لو سكن في اي بيت بيجيب له الرزق والثوره، ولو اليوكاي ده مشي من البيت يجيب الفقر والنحس. بعدها بتوصلهم البت سايا لمكان ماموري، ولكن بنشوفها محبوسه بحاجز قوي جدا من الصعب تدميره حرفيا. ولكن اول لما بيقربوا من البت اللي اسمها ماموري بتتفاجئ ان نجاتو بيمارو اللي هو يعني طوارة موجود هنا، وبتقول لهم ان انا محبوسه هنا من زمان قوي انا عاوز اخرج من المكان ده، فيا ريت لو تكرمت تدمر الحاجز اللي انا فيه بالرمح بتاعك. ولكن بيقول لها طوارة انت عبيطه، انت عارفه لو الحاجز ده اتدمر ممكن البيت كله ينفجر وتموت انت كمان. فبتقول له عادي مش فارقه. ولكن بتيجي البت سايا وبتقول له ان انا مش عاوزه ان البت ماموري تموت، انا عاوزاها تبقى معايا. سيبها اللي بيحصل ده. بنروح بقى لابو سايا وبتشوفه غضبان جدا وبيقول ان انا شفت واحد معاه الرمح، ويفتكر بقى ايام زمان اول لما كان صغير مع البت ماموري وهي بتقول له ان في يوم من الايام هيجي بشر معاه رمح هيحررني منك ومن عيلتك. فبيقرر انه ياخد السيف ويروح لأوتاسكي. وبعدها بنشوفه بيقطع الشريط اللي كان على الرمح، ومن هنا اتاكد خلاص ان اوتاسكي هو اللي معاه الرمح وهو اللي حرر ماموري. فبيهاجم عليه، ولكن بتقول له ماموري فجر انا الحاجز بسرعه. فسايا بتقول لها لا انا مش عاوزك تموتي. ولكن على الناحيه الثانيه فضلوا تاسكي وابو سايا بيتقاتلوا مع بعض. فبعدها بنشوف رد طوار وهو بيجرب ان هو يدمر الحاجز ولكن بيفشل بعديها. بعدها بيروحوا تاسكي بيقول له انا خلاص هجرب ان انا ادمر الحاجز، لكن بتقف سايا وبتقول له ان انا همنعك عشان انا مش عاوز البت وماموري ان هي تموت. فبيجي الحراس يمسكوا الواد وتاسكي، وساعتها كان لسه ابو سايا هيقتل الواد وتاسكي. فبينقذوا طوارة في اخر لحظه وبيروح للبت وماموري وبيقول له وتاسكي دمر انت الحاجز وانا هحميك. وفعلا بتشوف وتاسكي وبيقول للبت سايا بعيدي عشان ادمر الحاجز، ولكن بتتردد ان هي تبعد عشان تحمي البت وماموري. ولكن في الاخر بتبعد، وفعلا بعدها بيدمر اوتاسكي الحاجز وبيفجر المكان باللي فيه. وبعد اللي حصل ده بيودع طوارة وتاسكي البت سايا وبيساعدوا عشان يكملوا رحلتهم للبحث على ام اوتاسكي. يا ترى ايه اللي هيحصل لاوتاسكي قدام، وايه قصه امه دي، وهل يا ترى هيلاقي امه، وايه قصه الاسم القديم لطوارة، وايه قصه الوحش الهاكيمونو اللي هيظهر بعد ما الرمح اتحرر. كل ده يا صديقي هنعرفه في الحلقات الجايه. فما تنساش بقى يا صديقي تفعل زر اللايك، تقدر تشترك وتفعل زر الجرس عشان يكون جديد يجي في القناه يجي لك انت الاول وتتابع قصه تاسكي اول باول
غير كده يا صديقي احنا هننزل انميات جامده في القناه دي، فلو بتحب محتوى الانمي اشترك في القناه. وقبل ما نختم الفيديو ما تنساش تصلي على حبيبك النبي وتذكر ربنا، ويلا سلام.